بإهانته، لأن مرسي فقد الشرعية منذ مقتل الشهيد شيكا. وكما يجب أن يحاكم مبارك على قتل المتظاهرين، يجب أن يحاكم مرسي فورا على قتل عشرات الشهداء الذين سقطوا في أحداث كثيرة. مرسي وجماعاته ومكتب إرشاده يحاولون الوقوف غباء منهم أمام قطار الثورة، لكن اليقين أنه لا شيء سيرهب الثوار، لا شيء سيوقف مسيرة الثورة. الثورة مستمرة وستنتصر رغما عن أنف مرسي ونائبه العام وجماعاته وميليشياته ومكتب إرشاده. لم يكن قصدي على الإطلاق الإهانة بمعناها القانوني الذي ورد في الاتهام الذي أنا أمثل أمام عدالتكم بسبب الآن. ببساطة شديدة الكلام اللي قلته في الحلقتين اللي عرضوا على حضرتك كان فيهم شقين. الشق الأول بأن مرسي في رأيي لم يعد رئيسا للجمهورية وسقطت عنه الشرعية، والجزء الآخر هو أن مرسي قاتل ومجرم وهارب من العدالة. الشق الأول أن مرسي لم يعد رئيسا وفقد شرعيته، ومن منطلق أنني ناشط سياسي وكاتب صحفي وحتى كمواطن ببساطة شديدة. أحمد بس خليك معايا. اتفضل. خليك في حاجة أنا هسألك فيها. اتفضل. هسألك في كل شق لوحده وأجيب لي على كل شق لوحده. بالنسبة لأنه مجرم. أنا قلت أن محمد مرسي مجرم لأن محمد مرسي بوجهة نظر سياسية وبوجهة نظر أي مواطن عادي. محمد مرسي هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن مقتل المتظاهرين في عشرات الأحداث. عشرات ومئات الشهداء والمصابين سقطوا على يد الشرطة يوم 29 يناير. محمد مرسي قبلها كان محبوسا في سجن وادي النطرون وهرب بمساعدة مسلحين قيل في المحكمة أنهم غير مصريين. هؤلاء المسلحين اشتبكوا مع قوات وأفراد أمن وضباط حراسة السجن، قتلوا من قتلوا وأصابوا من أصابوا، وهرب محمد مرسي بملابسه الداخلية من سجن وادي النطرون. إذا أنا كنت أقر حقيقة واقعة. قلت فرع هربا من ايه؟ سعادتك هتستوعب احمد؟ احنا لسه مش موافقين على استجواب احمد. احنا اردنا ايضاح من احمد لوجهه نظره. انا اللي طالبه استاذ، انا اللي طالبه، انا اللي طالب، من حقك، بس الاستجواب من حقنا. ولا اللي بساله انا بساله دلوقتي وبعد كده هرجع لكم تاني يا استاذ. لا لحظه، لا لحظه. ابتداء نحن سجل كده نحن نعترض على استجواب المتهم. الدفاع الحاضر مع المتهم يعترض على استجوابه. المتهم موافق؟ لا مش موافق. لا مش موافق. أستاذ أنا طلبت أن أتحدث لإيضاح. أوضح.